يا جمهور العميد، يا ذهب المدرج، يا أهل الشعار اللي ما ينطفي نوره، حياكم الله في شبكة الاتحاد 24، الصوت اللي ولد عشان يدافع عن الاتحاد ويحمي حقه في كل خطوة. قبل نبدأ، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا الله عشان البركة تحل ويبدأ كلامنا على خير. هالقناة واقفة مع الاتحاد قلبا وقالبا، واقفة ضد أي حملة، ضد أي ظلم، ضد أي محاولة تشويه، وهنا نقولها بصوت عالي. شبكة الاتحاد 24 موجودة للدفاع عن الاتحاد وتقديم الحقيقة مثل ما هي، بدون تردد وبدون خوف. والآن يا جمهور الذهب نجي للدعم الحقيقي اللي يرفع القناة ويقوي صوتكم. الاشتراك في القناة لا تفوته، الانتساب دعم كبير يساعدنا نواصل، اللايك يرفع الفيديو ويوصل صوت الاتحاد أبعد، التعليق يفتح باب النقاش ويقوي حضور الاتحاد، مشاركة المحتوى في الجروبات وفي السوشيال ميديا هذه أقوى دعاية للقناة. كل ضغطة منكم تعني إن صوت الاتحاد أقوى وإن كلمة العميد ما يقدر أحد يطفيها. شبكة الاتحاد 24 درع الاتحاد الإعلامي ومنبر جماهير الذهب، واللي يحاول يوقف قدام العميد يعرف أن جمهور الاتحاد كونسيساو يحسمها. الاتحاد داخل الميركاتو الشتوي بثقله، والمدافع والمهاجم على رأس القائمة. الاتحاد ما هو داخل الشتوية يدفي، الاتحاد داخل ليغير شكل الفريق كامل. البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الرجل اللي جاي من مدرسة الانضباط والقتالية، حسم ملف الشتوية ورفع تقريره للإدارة. نحتاج مدافع فولاذ ومهاجم نهائي يخلص بدون رحمة. صحيفة الشرق الأوسط كشفت أن كونسيساو ما أعطى وعود ولا كلام إعلام، أعطى خطة واضحة بدون لف ودوران، وحدد المراكز اللي لازم تتقوى قبل ما يدخل الفريق للنص الثاني من الموسم اللي ينتظر فيه الاتحاد مباريات نارية داخلياً وآسيوياً. رامون بلانس، الرجل الهادئ اللي يشتغل بصمت، بدأ يتحرك مباشرة ويفتح ملفات اللاعبين ويشوف الخيارات. وأول اسم طلع فوق الطاولة وبقوة: عبد الإله العمري، مدافع النصر. العمري ما هو مجرد خيار، هذا اسم يعتقد كونسيساو إنه قادر يعيد صلابة الدفاع ويقفل المنطقة مثل زمان أيام جدار النمور. الاتحاد ناوي على صفقات ثقيلة مو ترقيعات. الإدارة والمدرب يمشون بنفس الخط، رجعوا الاتحاد اللي يرعب مو الاتحاد اللي يسهل يعدي عليه. جماهير العميد بدورها تنتظر إعلان أول صفقة بفارغ الصبر، والرسالة اللي يتداولونها بينهم واضحة: الشتوية اتحادية، والاتحاد إذا قرر يتحرك يغير وجه الموسم كله. جماهير الاتحاد تنتفض وتدافع عن كونسيساو، ورث فريق مكسر وصححه في وقت قياسي. اللي يحاول يقلل من شغل سيرجيو كونسيساو يبدو أنه ما شاف الوضع اللي استلم فيه الفريق. جماهير الاتحاد انفجرت في السوشيال ميديا بردود قوية دفاعاً عن المدرب، وقالوا بصوت واحد: الرجل اشتغل وسط الدمار ومع ذلك رجع الاتحاد للمنافسة. الاتحاد قبل وصول كونسيساو كان يعيش أسوأ مراحله: انخفاض مخيف في مستوى اللاعبين، مشاكل فنية من المدربين السابقين، لاعبين فاقدين الثقة، دفاع مهزوز، وهجوم يتذبذب من مباراة للثانية. ومع كل هذه الظروف كونسيساو استلم الدفة بدون مقدمات ولا وقت إعداد. الجماهير الاتحادية شرحت الحقيقة اللي كثير ما يعرفها: الرجل جاي وسط ضغط رهيب، الفريق كان فاقد هوية والمدرب أعادها خلال أسابيع. النتائج تحسنت والأداء بدأ يستقر والروح رجعت للفريق، والحكم عليه الآن يعتبر ظلم، لأن التوقف القادم هو اللي بيكشف شغل المدرسة البرتغالية الحقيقية. والدفاع عن كونسيساو ما كان كلام عاطفي، بل مدعوم بالأرقام: 10 مباريات، 5 انتصارات، 2 تعادلات، 3 خسائر، 22 هدف سجلها الاتحاد، 16 هدف استقبلها الفريق، تأهل لنصف نهائي كأس الملك، مركز 7 في الدوري ومركز 8 آسيوياً رغم الظروف. الجماهير حطت النقاط على الحروف: كونسيساو ما هو المشكلة، كونسيساو هو بداية الحل. الاتحاديين ختموها برسالة نارية: أصبروا، الاتحاد بعد التوقف بيبان الحقيقي،
ونبشركم النمور راجعين يزأرون. الاتحاد يتحرك لصفقة الموسم، صبري دهل على رادار النمور في الشتوية. الاتحاد واضح أنه ناوي يدخل الميركاتو الشتوي بطريقته الخاصة، طريقة العميد اللي ما يحب إلا الصفقات الثقيلة. آخر الأخبار الجاية من صحيفة اليوم تؤكد أن إدارة الاتحاد بدأت خطوات فعلية للتعاقد مع موهبة الفيحاء وصانع اللعب الشاب صبري دهل، اللاعب اللي خطف الأنظار في كأس العالم للناشئين U17 وقدم مستوى خلى الجمهور السعودي كله يتحدث عنه. العميد ما يتحرك عبث، مشروع كونسيساو يعتمد على لاعبين شباب عندهم مهارات عالية وقدرات فنية وسقف تطور كبير، وصبري دهل بالذات يعتبر واحد من أبرز المواهب اللي ممكن تغير شكل الفريق على المدى البعيد، خصوصاً في مركز الوسط اللي يحتاج تجديد دماء بعد ضغط الموسم وتوالي المباريات. الاتحاد فتح فعلياً خط مفاوضات مع الفيحاء، والنادي حسب المصادر أعطى موافقة مبدئية، لكن القرار الأخير بيرجع للمدرب بيدرو إيمانويل اللي حدد يسمح لدهل يرحل أو يكمل الموسم. لكن المشكلة الأكبر المنافسة مو سهلة، النصر داخل على الخط ونيوم كذلك مهتمين باللاعب، ومع ذلك جماهير الاتحاد واثقة أن اسم العميد يكفي لإقناع أي موهبة سعودية تبحث عن الفرصة الأكبر داخل الملعب. صبري دهل مرتبط بعقد مع الفيحاء لنهاية الموسم المقبل، وهذا يعني أن الصفقة تحتاج عرض مالي قوي، والاتحاد جاهز خصوصاً بعد الدفعة المعنوية الكبيرة عقب الفوز على الشباب 4-1 في كأس الملك، واللي رجعت الروح للفريق والجماهير. الاتحاد يعمل بخطة واضحة: تجديد الوسط، دعم الفريق بلاعبين صغار، وبناء قاعدة مستقبلية تليق باسم النمور. الجماهير تقولها بصوت واحد: لو جابوا صبري دهل الشتوية اتحادية 100%. الاتحاد يجدد عقد عبد الرحمن العبود، الجناح المشتعل يستمر موسما إضافيا. في خطوة أسعدت كل اتحادي، أعلن نادي الاتحاد رسميا تمديد عقد نجمه عبد الرحمن العبود لمدة موسم وحيد، بعد اتفاق كامل على التفاصيل المالية والتعاقدية خلال الأيام الماضية. العبود هذا الموسم رجع لمستواه الحقيقي، رجع للجناح اللي يربك الدفاع ويقلب المباريات ويلعب بروح النمور. وبصراحة هذا اللاعب لو انسجم تماماً مع طريقة كونسيساو بيكون واحد من أخطر الأجنحة في الدوري السعودي كامل. المدرب البرتغالي كان واضح مع الإدارة: أحتاج العبود، اللاعب داخل حسابات الموسم كامل، وعشان كذا تم التجديد بدون تردد، خصوصاً أن العبود صار عنصر أساسي ومهم في تشكيلة الاتحاد سواء في المباريات المحلية أو الآسيوية. الجماهير استقبلت الخبر بفرحة كبيرة، لأن العبود مو مجرد لاعب، هو روح هجومية ومصدر خطورة وورقة تعطي الفريق حلول مختلفة وقت الشدة. ورغم ظروف الفريق، العبود كان ثابت، يقاتل ويقدم مستوى ممتاز. الاتحاد بخطوة التجديد يرسل رسالة واضحة: ما راح نفرط في أي لاعب مهم، ولا راح نترك الفريق ينقصه جناح أو صانع لعب وهو رايح لمرحلة حاسمة من الموسم. ومع الصفقات الشتوية اللي تعمل عليها الإدارة والتجديد مع العبود، الاتحاديين يقولون الفريق جاهز ينافس وجاهز يزأر من عبد الله فلاتة يحسم الجدل، العبود ورقة رابحة، وتجديد كانتي سنة واحدة فقط. أثار ظهور الناقد الرياضي عبد الله فلاتة في برنامج أكشن مع وليد موجة واسعة من النقاش بين جماهير الاتحاد بعد حديثه الصريح عن ملف التجديد مع عبد الرحمن العبود ومصير النجم العالمي نقولو كانتي داخل النادي. البرنامج عرض سؤال مباشر من أحد المشجعين الاتحاديين يقول فيه: وش رايك في تجديد الاتحاد مع عبد الرحمن العبود، وهل الإدارة ناوية تجدد مع كانتي؟ فلاتة رد بدون تردد وبأسلوب واضح ما يحتمل التأويل: عبد الرحمن العبود ورقة رابحة، ورغم أن المدرب يركز هالأيام بشكل أكبر على أحمد الغامدي، لكن العبود يبقى عنصر مهم وفنيا يعطي حلول كثيرة. العبود هذا الموسم رجع نفسه ورجع يقدم الأداء اللي غاب عنه فترات، لذلك كثير من الاتحاديين كانوا ينتظرون رأي نقاد مثل فلاتة بخصوص بقاء اللاعب، وجوابه كان رسالة مطمئنة لجمهور العميد اللي يعتبر العبود لاعب يصنع الفارق إذا كان في يومه.
لكن النقطة الأكثر إثارة كانت حديثه عن كانتي، وهنا قال فلاتا رأيه بشكل مباشر وصريح: أنا مع التجديد الكانتي لمدة عام واحد فقط. يعني الرجل يرى إن كانتي لاعب مهم وقيمة كبرى في وسط الاتحاد، لكن في نفس الوقت التمديد المبالغ فيه قد يكون مخاطرة بالنظر للعمر واللياقة، خصوصاً إن خط الوسط يحتاج دماء جديدة وفعالة تحت ضغط المباريات. حديث فلاتا فتح باب نقاش كبير وسط الجماهير: هل الاتحاد يقدم عرض سنة فقط الكانتي؟ هل اللاعب يوافق؟ وهل كونسيساو يدخل بقوة في هذا القرار؟ الاتحاديين يعرفون قيمة كانتي، لكن أيضاً يعرفون أن الفريق لازم يكون متوازن. والناقد عبد الله فلاتا لمس نقطة حساسة بواقعية. وفي النهاية الرسالة اللي وصلت للجماهير: العبود ورقة رابحة، وكانتي تجديده وارد لكن بحدود، والقرار النهائي بيد الإدارة والمدرب. وبكذا يا جمهور الذهب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، لكن صوت الاتحاد ما ينتهي وصوت المدرج ما يسكت. إحنا هنا بشبكة الاتحاد 24 باقين واقفين ندافع عن الاتحاد ونكشف الحقيقة ونقول كلمة الحق ولو ما عجبت أحد. لا تنسون يا عشاق العميد الاشتراك في القناة، الانتساب، اللايك، وكتابة تعليقاتكم، ومشاركة الفيديو في كل جروب واتساب وتويتر وسناب. دعمكم هو السلاح اللي نقاوم فيه أي ظلم، والدرع اللي نحمي فيه الاتحاد من كل حملة. شبكة الاتحاد 24 صوت المدرج ودرع العميد الإعلامي، ومهما حاولوا يوقفون الاتحاد نقول لهم العميد ما ينكسر وجمهوره ما يعرف يتراجع. نشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.